كاظم الساهر من خلال فهمي لشخصيته كان يلحن قصائد وهو بعمر صغير ويضمها قصائد مثل إني خيرتك فاختارني، نزار قباني، قصيدة حسن المرواني ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، ملحنها قبل 20 سنة من أن يطلقها. ليش لحنها قبل 20 سنة من أن يطلقها؟ ليش؟ لأنه هو كان شايف نفسه بالعقل اللاواعي اكو فد فيلم سينمائي، شايف نفسه واقف على مسرح حاضري له كذا ألف من الجماهير وراء فرقة عظيمة كبيرة ويغني قصائد يعني. ولذلك هو خلى أهداف مرحلية قصيرة الأمد، ثم أهداف متوسطة، ثم أهداف طويلة الأمد. المرحلية إنه أنجح أنا بداخل العراق. هسه أنت أجيت المنطقة منطقتي شوي منطقة العقل الباطن، منطقة تغيير حياتك على يعني بطريقة العقل الباطن والعقل اللاواعي. ناس هواية ما تصدق هذا الكلام، فأنت هسه من بدأت تشرحه. أنا بصراحة عشت هاي الفترة ويعني جربت هذا الموضوع ونجح وياي. وأنا أصلا عندي محاضرات يعني منطيتها بهذا المجال، إنه شلون تخلي العقل الباطن يغير حياتك. فبس من تحكي ويا ناس ما تصدق ويقلدون عليك من يقولوا لك تنمية بشرية وتفكير وما أعرف شنو، يعني ما أعرف ينتقصون من هذا الموضوع. بس هو الموضوع حقيقي يعني. هسه أنت مثل ما تشرحه هو موضوع فعلي، وأنت أصلا اختصاصك في إدارة الأعمال وجبت فكرة موضوع تأثير العقل الباطن بس نعم. بقصة يعني مع الفنان كاظم الساهر. مثبت علميا أنه العقل الواعي هو اللي يأثر على سلوكنا وتصرفاتنا بالمستقبل. إيش قد نخزن من الآلام والتجارب والذكريات خلال فترة من إحنا في بطون أمهاتنا يبدي يتكون هذه الأفكار إلى أن نطلع تأثر على سلوكياتنا بالكبر. وهذا الشيء مثبت بالمختبر العلمي. يعني الدراسات السيكولوجية تقول إنه العقل اللاواعي يأثر على الأفعال الإنسان عليه بالحالة اللي هو واعي بيها.